وياه نبغى البعير اللي وقفه في الوادي. كنا هو بعير النذري طوال. اولا الله يمسكم بالخير جميعا. تطلبون قصيدة ما تغلى عليكم. راجينا في هالمكان الا تلبية للدعوة ومشاركة في الوجبة ونونس الحاضرين والله يجمعنا وانتم في دار الكرامة. يا كريم تقولون طال عمركم تبغون قصيدة الرجال اللي الشاعر اللي خطب عند عمه. تمام؟ نعم. ايوه نعم. هذا شاعر يطول العمر عمره في الأربعينات ولا في أكثر أو أقل، والرجال ما الله يسر له زواج. جالس في انتظار عم له عنده بنت بيزوجها إياها، يقول باجيك أزوجك في الصيف. ولا جاء الصيف قال خلها الصيف الثاني. ولا جاء الصيف الثاني قال معليش خلها بعد الصيف اللي بعده. ولا غير والله راحت من صيف في صيف والرجال قد هو كبير في سنه. آخر موعد قال معليش جمع اللي وراك واللي دونك والصيف الجاي آخر موعد. ويمضي على الموعد الأخير اللي هو متوقع إنه ما عاد بعده موعد. قال ما عاد خلفه شيء. ما عاد خلفه شيء. يمين ويسار قال أقول لك بعرض وش تخلص. والله الرجال تقول هذا بخاطره وعود شلال وقع عند رفيق لهم دوي في ديرة بعيد، وعنده بنت ما شاء الله تبارك الله ما تقل عن البنت اللي هو يخطب فيها، لكن ذي ما تبغاها، ذي يمكن لها اتجاه ثاني ولا هي تبغاها. ما يمكن ما يبغى. هو يمكن لا يبغاه، لكن ان الشيبان اللي هذا ولا يحبون البنات واجد يبغونهم يساعدونهم وكذا. كنا عند غنم. لا ذاك الحين ينفعهم. يا غنم يا سقي يا شيء. كانوا البنات غالي ذيك الايام. جاء عند الرجال هذا وقال يا ولد انا فلان ابن فلان الشاعر فلان ابن فلان من الخطاب من عندك اباك تجوزني تعوضني في عمي اللي قدري 20 سنة ويقول من الصيفية لصيفية. قال الله يحييك وعلمك البنت راح تجيب لنا ماء من بطن الوادي، ولا جاء في الليل ردينا لها العلم فانوافقت جوزناك يا ابن الحلال وان ما وافقت في رزقنا ورزقك على ربي. والله ما احنا بغاصبين. الناس من اول فيهم مصداقية ولا فيه لا يمين ولا يسار ولا نشاور الحريم وبعد اسبوعين ثلاثة ويجي فيها دواخل يمين ويسار ويسحبون به وبالاخير يضيعون. قال ما بخلف وعد قريب في الليل قام الرجال وتبطن الوادي ولا والله عندي البنت مصدرة بالحمار في ظهرها 2 ولا 3 من القرب هذه حقت المويه. والرجال شاعر وما من نفسه ما بغى، قال ما لي الا قابل البنت هذه واسولف للناس من اول يسولفون ويتكلمون ويشوفون الخطيب يشوف خطيبته ويحكي معها وكذا. وقال برتب معها الامور واحاول اني امسح الطريق لعل لما كلموها لهي توافق. بينت لها بعض من المحاسن وبعض من الامور اللي قال انا الشاعر فلان انا خطبت عند الوالد وقال بردوا لك العلم في الليل وبغى توافقين وبعيش انا وياك في هالدنيا وان شاء الله ان الله يرزقنا بصير ويرزقنا ان شاء الله عيالا وحياه سعيده ومن هالحكي وانتم عارفين ولهنا واحد تمر مجانية ما غيرت تترامج ما تبيه ولا لا عندها لكن تبغى سؤال. قالت انت الشاعر فلان حنا قالت والله العلم الزين والله ما نبي الا انت اللي مثلك لكن عليك شرط طالما انك شاعر ومتمكن. كان هذا الشرط. قال انك تسوي لك قصيدة توقف هذا الحمار. قصيدتي يوقف منها الحمار هذا المصدر اللي محمل انقلب. قال مش قصيدة اللي توقف الحمار؟ شو درى الحمار بالقصيدة بنت الأجود؟ تاخذيني ولا قنعيني؟ هذا شيء من الاستهزاء قالت والله ما أخذك إلا كان تجيب قصيدة توقف منها الحمار. الرجال رفع صوت قال إذا جبت القصيدة اللي وقف منها الحمار بتاخذيني؟ قالت كان عاهديني. قالت معاهدتك بربي أنا وقف الحمار من قصيدتك إني لا أخذ. ولين الناس من أول تلزمهم الملازم حتى لو أنها حر عاهدت. صحيح. قال تدري نقرب يقرب من الحمار خليه يسمع القصيدة. ولهذا الحمار الله يكرم هالحوات له عاز معين كلنا نعرفه. هو محمل
ومع بطن الوادي وده بالوقفة علي عذر علي. غير الزلمه كتاب. قال يا بنت بالله من شفاتك اعطيني شيء اللي انا شناهي الناش اللي نش. والله الحمار سمع النش مش وقف. وهو يهدي نص فرمله. يا بنت بالله من شفاتك اعطيني شيء اللي انا شناهي الناش اللي نش يعود موز. نعم بالبطيني من حيث ما هب الهوى قام ينهش. حيث ما هب الهوى قام ينهش الخوط هذا. طبعا هش هذا الإعازة الأساسي. هذا البريك هذا الإعازة الأساسي. الحمار الله يكرمكم الموقف الحمار. لا والله حطها أمام الأمر الواقع. قالت يا ابن الحلال أنت وين الله جايبكم؟ هي من أول تبغى فكت مجلس على ما قالوا. المهم إنه جاء الرجال في الليل وتيسرت أموره وتزوج. وزانت له الدنيا ولا والله زبطت معها ولا والله الحقيقة انبسط وباقي في خاطره على عمه ذاك. وقام الرجال يفكر قال والله يا هذا الحمار اللي تجمل فيه وتسبب لي في هالجواز يا شيخ اني لا اقضيه المعروف الصاع صاعي واني لا اجوزه يا شيخ على حسابه. ما خلي يستانس هذا وفهم منه. لكن واني يا عمي هذا اللي لعب فيه اني لا اعترضه القصيدة أخلي طلع ما بين جميع. قال مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك. وهالميزة اللي تميز مع الحمار على عمه. مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك عمي واعد والأجل وعد ما يوفي يقول بجوزك في الصيف وأعطيلك ولا جيت في الصيف قال ما في مصروفي الصيف الآخر تجي وجمع محاصيل. وجلست في موعده لنا محص شوفي وعد بعد وعد يا رب إني يدخيلك. لكن يا عير لا تحسبنا بننسى كل المعروف. لما بغيت الجواز الشر لي بذيلك. كذا شارك. والله لا أجوزك وادفع كل مصروفي واجيب حرمتك من نوعك ومن جيلك من نفس النمونة ونفس المدير. أجيبها من الحسا. الحسا تعرف مديرية هناك. أجيبها من الحسا ولا من الجوفي باقي عليك النهيق وشد في حيل. لكن أرب ما عندكم من السكر أصدوبي ظني مع سكر لأنه يقلل من عزومك ومن شيء. هذه سلامة الجميع. سلامت. يا لك سلام.